معانا قطعة مميزة من تابروير، هي قطعة للسوائل وللسوائل الخفيفة اللي هي زي المية، زي الكركديه، زي مش العصاير التقيلة، عشان في أشخاص ممكن تسأل إذا ممكن تستخدمه بعصاير تقيلة. لا، أنا هستخدمه بالعصاير الخفيفة. هنا في مكان اللي أنا المفروض هركب فيه الحنفية بتاعة القطعة دي. القطعة دي السعة بتاعتها 3 لتر. هتلاقوا هنا في تدريج موجود للساعة بتاعتها. اول ما استلمه ده مهم جدا، عشان كل ست وهي بتستلم القطعة دي تاخد بالها انها هتستلم اليد بتاعة القطعة والغطا والبطن بتاعه زائد الحنفية. الحنفية زي ما انتم شايفين هنا برضو بتتكون من جلدتين وصامولة بلاستيك كده، وفي زي مصفى، والحنفية نفسها، وفي زي أنبوبة سيليكون كده موجودة. فلازم نطمن كلنا واحنا بنستلم ان كل المكونات دي موجودة، عشان مش بعد ما تمشي تقولي انا لقيت حاجة ناقصة. لو سمحتوا نتأكد من الاستلام، لانه دي حاجة مهمة جدا. طيب انا هركب الحنفية بتاعتي. فاول حاجة ادي ده الجزء الاولاني اللي انا هركبه من بره. قبل ما اركبه هركب الجوان ده، هركب واحد لجوه، اللي انا هحطه من هنا الاول. ده هيكون في الجزء اللي هو الخارجي. تمام. هاخد الجزء التاني هو اللي هركبه من جوه كده. هيبقوا الاتنين متقابلتين، في جلده بره وفي جلده جوه. بعد كده هجيب الصاموله دي وهلفها بالطريقه دي لغاية ما تحس ان هو ارتبط معاكي كويس. يبقى الحنفية معايا هنا، هفتحها واقفلها بالطريقة دي. تمام. خلاص، لما لقيتها ان هي ثبتت، في معايا الانبوبة دي هركبها في الجزء اللي هنا. عندنا هنا الجزء السيليكون ده هنحطه بالطريقة دي، بحيث ان الفتحة بتاعته هتبقى لفوق. وهجيب المصفى دي هركبها هنا. المصفى دي بتحميلك الحنفية بتاعتك من اي شوائب محل. لو انا مقطعة ليمون او برتقان او اي حاجة تدي نكهة، المصفى دي بتحميلك الحنفية بتاعتك من اي شوائب محل. لو انا مقطعة ليمون او برتقان او اي حاجة تدي نكهة للعصير بتاعه او المية بتاعتي، تمنع دخول الشوائب دي على الحنفية. بتفضل الفتحة بتاعت الشاليمو بتاعي كده لفوق، وهقفلها. عندكم هنا الحنفية بتفتحيها وبتقفليها. طبعا في ناس هتسأل ان هي لفوق هتنزل المية، يعني في مية لسه تحت. هي ليه زي مخرجين للمية، في المخرج للجزء المية اللي فوق، وبعدين لما بتقل في مخرج تاني بينزل المية بتاعتي. قطعة مميزة وحلوة، تقدر تستخدميها في العزايم، في الرحلات. ميزة ان انا بقدر اركب عليها. لو انا النهاردة رايحة النادي، ممكن اخد الوجبة بتاعتي والعصير، او اخد الوجبة والمية واشيلها باليد بالطريقة دي، وتبقى معايا في الخروجات. قطعة حلوة قوي. اغتنموا الفرصة، ان العدد محدود، وبالتوفيق للجميع. في ملاحظة بحب اقولها، ان القطعة دي ما اقدرش احط فيها ساخن، دي للحاجات الباردة بس. وما اقدرش احط فيها اي حاجة كربونات، يعني حاجة زي بيبسي، سادن، الحاجة اللي فيها مواد غازية دي ما اقدرش احطها هنا، عشان زي ما انتم عارفين بيبقى ليها زي ضغط هيفتح الغطا بتاعي. فهي بس للمية الساقعة او بدرجة حرارة الغرفة، لكن ما احطش فيها ساخن.